السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل بسكوت الكوكيز اللي الأولاد كلهم بيفرحوا بيه، بنعمله في العيد طبعا مع الكحك والبسكوت والغريبة، بيبقى طعمه جميل جدا والناس بتروح تشتريه دايما من الحلواني أو من الأفران عشان يعني يفرحوا بيه الأطفال. أول حاجة هنصلي بينا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا حضرت معايا هنا كده بولة كبيرة وضفت فيها نص كوباية سكر. عندك السكر اللي هو السنترفيش الخشن يفضل انك تطحنيه في مطحنة السكر احسن، لو من اللي هو الناعم الابيض ده مش مشكلة، مش لازم تطحنيه. وبعد كده ضفت عليها على نص كوباية السكر دي نص كوباية زبدة على زيت. انا ضفت زبدة على زيت، عايزة انت تضيفي زبدة بس براحتك، سمنة بس براحتك، زيت بس اللي انت عايزاه، سمنة على زيت، زبدة على زيت، زيت بس، سمنة بس، زبدة بس، كلها هتبقى نتيجة واحدة. بس انا حبيت ان انا اضيف زبدة على زيت. وضفت كمان بيضة واحدة وقلبتهم في بعض كده، خلطتهم بالويسك اليدوي لحد ما اختلطوا ببعض. وبعد كده حضرت كوباية ونص من الدقيق وبنخلهم كده زي ما حضرتك شايفة. خطوة ان انتي تنخلي الدقيق دي خطوة مهمة. وبعد كده ضفت على الدقيق رشة من الملح، ما بين صوابعك كده رشة من الملح، ما تكتريش عشان ما يظهرش في الكوكيز. وكمان ضفت نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. ملحوظة انا تقريبا نسيت اقولها، انا ضفت فانيليا على البيض قبل اما اضربه بالويسك. قلبتهم بقى ببعض كده، وبعد اما اختلطوا ببعض خلاص قسمت العجينة نصين. طبعا انت شايفة العجينة بتلزق، لكن الخطوة اللي هنعملها دلوقتي هتخلي العجينة ما بتلزقش ولا اي حاجة. ايه هي الخطوة بقى؟ نص هحط عليه نص معلقة من الكاكاو الخام طبعا عشان انا ضايفة سكر كده كده، والنص اللي هو التاني نص معلقة من الدقيق. الخطوة دي هنا وهنا هتخلي العجينة ما تلزقش. هتقلبيها برضو بالمعلقة او بايديكي اللي انت عايزاه، المهم تلمي العجينة معاكي لحد ما الدقيق يختفي هنا والكاكاو يختفي في الناحية التانية. شايفين العجينة لما تبقى طرية ازاي وما عادش بتلزق ولا اي حاجة؟ جميلة جدا وطرية. عايزة اعرفك معلومة برضو ان البيكنج صودا بتخلي الكوكيز فيه طراوة من جوه ومقرمش من بره، انما البيكنج باودر بيخليه مقرمش من بره ومن جوه، فانا فضلت ان يكون بيكنج صودا افضل. حضرت هنا بقى شوكليت شيبس، ما يعني ما تكلفش على نفسك، هاتي ب10 جنيه او ب5 جنيه شوكليت شيبس من اللي هو بتاع الكوكيز اللي هو بقى مثلث لفوق ده شوية عالي، وضفته في طبق كده. والعجينة بقى عملتها كور كده قد الليمونة الصغيرة، ما تفردهاش ما بين ايديكي، لان هو كده كده اول ما يتعرض للحرارة بيفرد على الصينية في الفرن. فانتي اعمليها قد الليمونة الصغيرة ونزليه في الشوكليت شيبس، هو هيلزق فيه كده كده. وبعد كده ترصيه في الصينية من غير دهان ولا اي حاجة، ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. هخلص الكمية اللي معايا كده. عايزة تخلي الفانيليا لوحده في صينية والشوكولاتة لوحده في صينية، دي حسب راحتك. انا حطيت الاتنين مع بعض. اهم حاجة لما تيجي ترصي الكوكيز في الصينية اعملي مسافة ما بين واحدة والتانية، عشان لما يفرد في الفرن او اول ما يتعرض للحرارة يبقى كل واحدة واخدة راحتها كده على الصينية. اهو واحدة واحدة كده اهو معاكم. في ناس بقى يعني بتقعد تحط شوكولاتاية شوكولاتاية شيبس كده لوحدها، بس طبعا احنا مش فاضيين، بنبقى عايزين طبعا ننجز في الوقت، فبنغطس البسكوتة كده في الشوكولات شيبس، هي بتلم اللي هي عايزاه. اهو بدأت اعمل الشوكولاتة بقى، وهخلص الكمية اللي معايا. طبعا في الوقت ده بتكوني محضرة الفرن مولعاه تحت بس، لان الكوكيز ما بتولعلوش شواية على درجة حرارة 200، وتكوني محضرة الشبكة في الرف الوسط.
زي الكحك والبسكوت بالظبط. بيبقى طبعا عايز درجة حرارة 200 أو على حسب فرنك يعني عموما. أنا كده خلصت الكمية اللي معايا، عملت الصينيتين دول من كوباية ونص دقيق، دخلتهم بقى الفرن على رف وسط زي ما قلنا على درجة حرارة 200، قعد ربع ساعة بس. لو فرنك طبعا حامي، انا الفرن بتاعي هادي، لو فرنك حامي خليهم 10 دقايق وطلعيهم، ورصتهم في الطبق كده. ودي كانت اخر بسكوتة كوكيز حطيتها فوق. طبعا الطعم جميل جدا، تاكليه كده مع شاي بلبن مع نسكافيه، تفرحي بيه اولادك، تحطيهم في اللانش بوكس كده، احسن من الحاجات اللي فيها مواد حافظة. ما بياخدش وقت خالص، ما بتقفيش خالص في المطبخ كتير، يعني يا دوبك ده هي تقريبا تلت ساعة اللي وقفتها، 5 دقايق تحضير والباقي في الفرن. وزي ما انت شايفة كده خلصت الكوكيز بتاعي. لو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.